السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم شيوات مع أزهار. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وصحيحتكم على خير إن شاء الله وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. غادي نشارك معكم اليوم جوج كيلات ديال الحلوى بعجينه وحده. اش غادي نقول لكم، هذه الحلوى كتجي مرمله وهشيشه وكتجي بنينه بزاف بزاف. مقاديرها بسيطه اقتصاديه، والاهم انها كتخرج لينا كميه كبيره ديال الحلوى. يعني واخا كنقسموا هكا العجينه لجوج كيلات اولا حتى ثلاثه الا بغيتو، كتبقى لينا كميه كبيره من كل شكل. كيف كتشوفوا معايا اشكال بسيطه وسهله، وكيجيو مختلفين لا في المنظر ولا في النكهه ديالهم، حيت كل وحده كل يعني كل شكل غادي نسموه بواحد النكهه. هادشي علاش كيخليهم يجيو مختلفين، واخا كنتناولوهم كيبانوا لينا يعني مختلفين على بعضياتهم، ما كيبانوش نهائيا الا راهم مصاوبين من عجينه وحده. هاد الحلوى هادي راها ساهله وبسيطه واقتصاديه وما كتعذبناش في الخدمه، يعني دغيا دغيا كنسربيوها وكتجي بنينه. كنتمنى ان شاء الله توجدوها لوليداتكم وتوجدوها ان شاء الله في هاد العواشر وتنال اعجابكم. اكيد الا جربتوها غادي تعجبكم ان شاء الله. ندوزو نتعرفوا مباشره على المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير، هنا عندي بواطه كبيره ديال الزبده، يعني الزبده ديال الاكل اللي استعملت انا كتوزن 450 غرام، ما كاملش نص كيلو، 450 غرام، مع كاس ونص ديال السكر سنيده، مع رشيشه ديال الملحه باش نصحوا الذوق. دائما كنديروا داك شويه ديال الملحه في الحلوى. صافي وكنخلطوا مزيان مزيان دغيا دغيا كتخلط، حيت الزبده ديال البواطه راه دغيا كتطلق، يعني ماشي بحال المارغرين. هنا غادي نضيف كاس ديال الزيت النباتيه. هني الا جاتكم الكميه كثيره وبغيتوا ديروا غير نصف المقادير كديروا نصف المقادير فقط، ولكن ما غاديش تخرج لكم يعني كميه كبيره. هنا كيف شفتوا معايا انا درت البواطه الكبيره 450 غرام، يعني الا جينا نقسموها بحال كل شكيل خدا لينا هكا تقريبا 200 غرام ديال الزبده، يعني هي هذيك عجنه صغيره. هنا في التالي حتى خدمت مزيان ديك الزبده مع السكر مع الزيت، عاد كنضيفوا جوج حبات ديال البيض، جوج حبات كاملين ديال البيض. صافي وكنخلطوهم مزيان مزيان، وكنبداو كنضيفوا الدقيق بالتدريج بطبيعه الحال. يعني الدقيق من الاحسن يكون خاص بالحلويات ويكون مغربل من قبل. في هذه المرحله هذه ما كنعجنوش ما كندلكوش ما كنخدموش الكف ديال يدينا نهائيا. يكفي اننا كنخدموا الزبده مزيان في الاول مع السكر سنيده ومع الزيت، باش ما كتبقاش الزيت معزوله بوحده والسكر هكا كيبقى لينا حرش في الملمس ديال اليد. اما من بعد فاش كنكونوا كنضيفوا الدقيق فاحنا كنضيفوا هكا بالدقيق بالتدريج، وحنا غير كنخلطوا، يعني غير كنجمعوا باش كتبقى لينا ديك الحلوه مرمله وما تجيناش قاصحه من بعد. غير كنجمعوا وصافي بيدينا، ما كنخدموش الكف ديال يدينا، غير السبعان بوحدهم. هنا غادي نضيف غير نص كيس ديال خميره الحلويات من وزن 8 غرام، يعني 4 غرام ديال خميره ديال الحلوى. غير نص معلقه كيف شفتوا معايا، راني هزيت من داك الكيس هذاك كيوزن 8 غرام، هزيت منه غير نص فيه، غير نص معلقه. صافي وكنضيفوها في التالي. وهنا كيف كتشوفوا معايا، شوفوا معايا العجين كيف كيجي، راه كيجي مرمل، ما كيجيش يعني بحال العجينه ديال الخبز ولا هذا، كيجي يعني مرمل وهشيش. صافي غير كنجمعو، ما كندلكو ما حتى شي حاجه، ضروري الحلوه ما خصهاش تدلك نهائيا. هنا قسمت العجين على جوج. غادي نستعمل في الاول في العجين الاول غادي نسمو بالنكهه ديال الناطه. هاد النكهه هادي كتخليك واحد الريحه كتجي واعره، وهو كيطيب في الفرن كيطلق واحد الريحه بحال ديك البسكوي. المهم الاغلبيه ديال المخبزات يعني اللي كيصاوبوا الحلويات راه كيستعملوا هاد النكهه هادي بكثره، فاش يعني كنحسوا بواحد المذاق في شكل بحال البسكوي في ديك الحلوه اللي كتباع. الاغلبيه كيكونوا حاطين فيها هاد النكهه ديال الناطه. بالنسبه للعجينه الثانيه او للنصف الثاني غادي نضيف عليه واحد قطيرات من نكهه ديال الليمون. تقدروا ديروا الحامض، انا حيت غادي ندير دوك شوكولات فيرميسيل غادي ندير الليمون. المذاق ديال الليمون كيتواتى بزاف مع المذاق ديال الشوكولات، حتى هاد النكهه هذه كتجي واعره في الحلوه بزاف بزاف. درت غير شويه، كنديروا غير قطرات هكا من ديك النكهه. صافي والشوكولات فيرميسيل نكونوا واضعينه من قبل بواحد الساعه في المجمد، باش ملي كنخلطوه مع العجين ما كيذوبش لينا بالحراره ديال يدينا ويلون لينا العجين. حنا غرضنا به يبقى غير هكاك باين، يعني منقط منمر في وسط العجينه وصافي، ماشي يتخلط كاع مع العجينه ويكحلها.
صافي مباشره كنبداو كنشكلوا العجين ديالنا. هنا غادي نشد اول نصف ديال العجين اللي هو بالنكهه ديال الناطه. الا ما كانتش متوفره عندكم هاد النكهه ديال الناطه تقدروا ديروا فلون، كيس ديال فلون بالنكهه ديال الكراميل، حتى هو كيجي بنين وكيجي كيعطي داك المذاق ديال الكراميل. يعني غادي تعوضوا الناطه بكيس ديال الفلون كراميل. هنا كيف شفتوا في الاول راني ما درت لا سكر فانيلا والو، حيت كل عجينه غادي نقسمها بوحده باش يجيونا الاختلاف، ما يجيوش بحال بحال. هنا كندوزو داك المرشم هذاك ديال الشهده في الدقيق وصافي، وكنديرو هكا مباشره في كويرات وكنبركو عليه. يعني نضربو هكا الطبله غير شي شويه باش يتقلعوا دوك الجنيبات ويبقى محافظ على الشكل ديالو. تقدروا ديروا اي مرشم متوفر عندكم، ماشي ضروري هذا. وهادو راه حتى ديك القطعه ديال البطاطا، ديك يعني ديك الشبكه ديال اللي كتكون في القطعه ديال البطاطا حتى هي راه كتعطينا بحال هذا المنظر تقريبا. هنا بالنسبه للشكل الاول. بالنسبه للشكل الثاني هنا عندي الكوك مع سكر سنيده، غادي نخلطهم بجوج. هو فاش غادي نفندو داك الوجه ديال هاد الحلوه هادي باش كتجينا كتبري من الفوق وكتجينا يعني كتعطي واحد الطبقه مقرمشه من الفوق. واخا هي كتجي فتيه وهشيشه، ولكن ديك الطبقه الفوقيه كتجي هكا مقرمشه وكتجي كتلمع. صافي كنبداو في الاول كنديرو كويرات وكنديرو غير الوجه ديالهم في وسط من داك السكر والكوك. صافي وكنستفوهم في اللاطه. الفرن كيكون مسخن من قبل بطبيعه الحال، وكندخلوا الحلوه ديالنا الفوق، يعني النار كتكون تحت منها حتى كطيب وكتحمر. عاد كنهبطوها باش كطيب من الوجه ديالها وكتعطينا، يعني نقابلوها في الفران باش تعطينا داك اللون غير محمر. ما تغفلوش عليها في الفران. بديتوا الخدمه ديالكم كملوا عليها حتى في الفرن. انا كيعجبني الصراحه ناخذ وقتي الكافي في الطياب ديالها باش في التالي كنفرح بالنتيجه وكتجينا هكا الحاجه زويونه. راكم عارفين الا فات لينا فيها الطياب غير شويه ولا يعني تحمرات بزاف ولا هذا ما كيعجبناش الحال. اللهم نقبلوا الحاجه من الاول باش في التالي ما يمشيناش داك القوام وديك التماره وداك الوقوف وداك الشيء هكاك باطل. هنا ناخذ داك الطابع هذاك. انا هذاك الطابع بيصوب جوج اشكال، يعني فيه جهه ديال ديك الشهده والجهه الثانيه فيها ديال هاد الوريده هادي. ها نتوما شفتوا راه عندي هذوك ديال النحاس اللي وريتكم في الاول، ولكن ما كتجيش فيه دوك الشريطات بزاف. يعني دوك الشريطات هكا بحال الشميشه ما كيجيوش فيه بزاف. هذا فيه دوك الشريطات بزاف كيجي الشكل ديالو احسن. هنا حتى كنكملوا داك التستاف ديال لاطه كامله وعاد كنبداو كنطبعوا هكا. كيف كتشوفوا راه دغيا كتقلع. هنا ما كنحتاجو نديروا لا دقيق لا والو، حيت الحلوه راه الوجه ديالها مفند في الكوكو والسكر، يعني كتقلع راسها. هنا كيف قلت لكم تقدروا ديروا اي مرشم عندكم، اي طابع عندكم، كيبقى لكم الاختيار. هنا غير غلطت ومشيت قلبت المرشم ودرت ديك الجهه، حيت كيف قلت لكم راه الجهه الثانيه فيها داك الطابع ديال ديك الشهده. حتى هو جا زوين، انا عجبني داك الشيء. خليت داك المقطع هذاك ما حذفتوش باش تشوفوا حتى ديك الشهده بهاد العجينه هذه كتجي زوينه. يعني الا بغيتوا هكا تخالفوهم تقلبوهم. صافي من بعد ما كنكملوهم كناخذوا غير داك اليد ديال الجراره اولا غير بصبعنا وكنعاودوا دوك الحفيرات من الوسط باش غادي نديروا فيهم الشكلاط من بعد. شوفوا معايا الشكل ديالهم كيفاش كيجيو واعر. هنا تعمدت باش ندير هكا شكيلات ساهلين، ويعني غير هكا دغيا نسربيوهم. ما نحتاجوش ماشي بحال يعني شي حلوه اللي كتحتاج بزاف ديال التكنيك، بزاف ديال المراحل. هذه ساهله راكم عارفين. يعني مع الصيام والانسان كيكون عيان اول حاجه وثاني حاجه عاوتاني يعني كنكونوا مدروكين بالتوجات ديال الفطور وهذا. يعني كنحتاجوا الحلويات ديال عيد الفطر ديما كتكون نقلبوا غير على شي حاجه سهله وبسيطه اللي نزربوا عليها ونخدموها بالزربه وفي نفس الوقت تجينا زوينه وبنينه. هادشي علاش اختاريتها غير هاد الشكل هادو ساهلين وبساطين ونقدروا هكا نزربوا عليهم ونوجدوهم في نهارنا بلا تماره بلا كثره الوقوف بلا عذاب بلا حتى شي حاجه. وبالنسبه للمقادير اللي عطيتكم كيف قلت لكم تقدروا ديروا نصف المقادير فقط، ولكن راه ما غاديش تخرج لكم بزاف ديال الكميه. يعني انا الحلوه كتعجبني ماشي غير نحطها نهار العيد وصافي وغادي تسالى غير داك البلاطو صافي. انا كتعجبني يعني تبقى في الدار بعدا واحد السيمانه نبقاو نحطوها وناكلوا منها تنشبعوا منها وصافي. يعني صوبنا اللهم نصوبوا الحلوه يعني بكميه اللي تبقى لينا وناكلوها حنا وليداتنا. اما دوك غير حبيبات فاش كنقسموا العجينه على جوج ولا ثلاثه كتخرج لنا غير شويه شويه. هاد العجين هذا كيخرج لنا كميه كبيره. هنا زربت عليكم كثرت في الهضره
كيف شفتوا معايا دوك الحفيرات من بعد ما طابت الحلوه راني عمرتهم بالشكلاط. وبالنسبه للشكل الثاني راني غطست غير النص ديالو في الشكلاط الابيض، ومن بعد درت عليه دوك الحبيبات ديال الحلوه. كيف كتلاحظوا تقدروا ديروا كاوكاو مهرمش في داك النص ديال الشكلاط الابيض، ديروا هكا غير كاوكاو مهرمش من الفوق، كتزينوا بداكشي اللي بغيتو. دوك الحفيرات تقدروا ديروا فيهم ايضا الشكلاط بيض، ولكن من الاحسن شكلاط كحل حيت درنا فيه شكلاط فيغميسيل كيجينا هكا دوك النقيطات على برا، وديك ديك الحفيره معمره بشكلاط كحل. وهذه هي الكميه اللي خرجت لي. شوفوا معايا راه كميه كبيره، يعني ماشي شي حاجه قليله وصافي، راه كميه كبيره ديال الحلوه. وكتجي هاد الحلوه هشيشه بزاف بزاف. المقادير كيف شفتوا معايا راها بسيطه. كنتمنى نكون عطيتكم يعني كاع يعني المراحل والطريقه كيف ما تبغيوها باش تنجح لكم ان شاء الله هذه الحلوه وتجيكم كيف ما كتبغيو، وحسن من هكا عاد. وتقدروا تفننوا فيها كيف ما بغيتو، تقدروا تخرجوا حتى 2 شكيلات ماشي غير واحد الا بغيتو. انا درت غير 2 شكيلات كيف قلت لكم باش كتجينا هكا الحلوه كثيره شي شويه. شوفوا معايا الحلوه كي كتجي كنبركو عليها، هي كتجي يعني مقرمشه ولكن هشيشه. غير كنبركو عليها شوفوا كتذوب بوحدها، كتجي مرمله، كتجي بنينه بزاف بزاف هاد الحلوه واقتصاديه. كنتمنى ان شاء الله توجدوها وتنال اعجابكم يا رب. وكنتمنى نكون فتكم في هذا الفيديو وعطيتكم ولو اقتراح ولا فكره يعني تعتمدوها في هذا العيد ان شاء الله. شوفوا معايا الكميه اللي خرجت، يعني راه كتخرج كميه كبيره. كيف ما الا كنتوا بحالي كتبغيو الحلوه، يعني عينكم كبيره كتبغيو الحلوه تكون عندكم كثيره. ما تلقاوش ما احسن من هاد العجينه هذه. يعني بعجينه واحده نخرجوا 2 كيلات. والنكهات الا ما كانتش متوفره عندكم دوك النكهات اللي قلت لكم تقدروا تعوضوا الناطا بالفلون ديال الكراميل. وفي الثاني كديروا غير الشوكولاط فيغميسيل بلا ما ديروا داك النكهات ديال الليمون الا ما متوفراش عندكم. هذا ما كان، هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى يكون نال اعجابكم. خليتكم على خير، تهلاو في ريسكم بزاف بزاف، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلامه عليكم.